يا اهلا بمتابعينا الكرام. فيلمنا النهارده دراما رومانسي، ما تنساش اللايك والكومنت والسبسكرايب، ويلا بينا نبدا فيلمنا. بيبدا الفيلم في المينا مع شاب اسمه داني، وهو بيتمشى في شوارع لندن، واثناء ما بيتمشى ركن كده جنب الحيطه علشان بينادي لباقي الطبيعه وبيعمل زي الناس. وفجاه ضباط الشرطه كانوا عايزين يقبضوا عليه لانه ممنوع اي حد يعمل كده في الشارع. ووقتها داني هرب منهم وبدات الشرطه في مطاردته. داني دخل بسرعه لمحل سمك وبدا يتظاهر وكانه عايز يشتري منها سمك. وبنشوف معانا بطله النهارده اسمها ليلى، واللي شافت ان هو تعبان مش بخير وسالته هل انت كويس؟ قال لها لا انا تعبان والله. وقتها كان لسه هيمشي لكن شاف البوليس واقف قدام المحل. هنا بدا يتظاهر ان هو مريض، وبيظهر معانا زوج ليلى اسمه بوبي اللي كان على اقتناع تام هو وليلى انه ياخدوا داني معاهم البيت عشان يعالجوه من باب الشفقه عليه. يا زميلي هما بيتعشوا مع بعض بدا يسال داني انت عايش فين، لكن بيعرفهم انه مقطوع من شجره، حتى كمان امه ماتت وهو صغير. فليلى قالت لجوزها اديله فرصه وشغله معاك. بيوافق بوبي وقتها، وطبعا داني بيقبل انه يشتغل معاهم. وفي نفس الليله داني خد الاطباق يغسلها، وبوبي قاعد مفخد وبيقرا جورنال. الليله بقى يا صاحبي دخلت تاخد شاور، ولما خلصت راحت تطمن على داني. وكمان بوبي جوزها جه وقال انه راح ينام، لكن هي عرفته ان هي تسهر شويه قدام التلفزيون مع داني. وبعدها ليلى اخدت داني معاها لاوضه التلفزيون وشغلوا التلفزيون وبداوا يتفرجوا هما الاثنين على الفيلم. وتاني يوم اخد بوبي داني معاه الشغل، وبدا بوبي يعلم داني ازاي يمسك السمكه وازاي ينظفها، وداني كان بيتعلم عشان عايز يشتغل. في نفس اليوم ده بوبي كان نايم، وقتها داني كان بياخد شاور. ولما خلص اتفاجئ ان ليلى موجوده في اوضته مستنياه، وقالت له خد اللبس ده البسه، ده بتاع بوبي، بو مش محتاجه. وبتتمنى له ليله سعيده وتسيبه تمشي. وبوبي وداني يتصاحبوا على بعض وكمان بيمارسوا رياضه مع بعض كتير. وفي يوم من الايام رجع داني للبيت بدري يا زميلي، وقتها شاف ليلى وهي في الحمام. في نفس اليوم ده جم شويه عيال حراميه عشان عايزين يسرقوا البضاعه بتاعت بوبي من العربيه اللي بره. اللي مين شافهم بقى؟ طبعا داني راح وراهم وبدا في الخناقه معاهم. وكمان بوبي لما شافهم بيتخانق فيهم راح علشان يساعده يقف معاه، لحد ما الحراميه قدروا يهربوا بالعربيه بتاعتهم. في نفس الليله دي كانت ليلى كالعاده بتسمع الموسيقى وهي في الحمام، ولما خرجت ليلى من الحمام لقيت داني في المطبخ، وراحت له وقالت له انت صح تعمل ايه لحد دلوقتي يا عم؟ لكن هو اكد لها انه مش قادر ينام ولازم حد يحكي له قصه قبل النوم. وداني كمان بياكد ليلى انه بيحبها، وليلى كانت مصدومه جدا لكنها قررت انها تقرب اكتر من داني، وبيحضنوا بعض ويحدث ما لا يحمد عقباه. وتاني يوم الصبح جوزها قعد معاهم عشان يفطر ويسابهم وراح لشغله. بعدها بقى طبعا داني كل يوم بيرجع للبيت بدري لانه الحوار عجبه وعايز يكرره كتير، لدرجه ان الموضوع بيتكرر كمان وبوبي موجود معاهم في البيت. بوبي بيبقى سايبهم بيتفرج على التلفزيون ومندمج جدا قدام التلفزيون وسايب بيته. وفي نفس اللحظه دي مراته كانت بتخونه جوه البيت مع الضيف اللي جايباه. وفي الوقت ده جه ابن ليلى من السفر علشان عايز يزور مامته وابوه اللي ما زارهمش من ساعه ما اتجوز. بيدخل ابن ليلى وزوجته للبيت. وقتها كانت ليلى بتخون جوزها كالعاده مع داني، وبدا ابن ليلى يدور على مامته في البيت. ولحظتها بتخرج ليلى من اوضه داني بسرعه وقالت لهم ايه المفاجاه الجميله دي، وبدات تحضن فيهم وتبوسهم. وقالت لابنها انها كانت مفتقده جدا وكمان مفتقده اوضته القديمه خالص. وابنها بيروح يشوف اوضته القديمه اللي اول ما بيدخل بيلاقي داني موجود في الاوضه دي. بيقول لها مين ده؟ فبتقول له ده داني. وابتدى ابن ليلى يبص للواد داني نظرات غريبه. وبيجي بوبي ابوه بيستغل داني الفرصه طبعا، وبياخد كل اللبس بتاعت ليلى الموجوده في الاوضه عنده وبيخبيها. وبتجتمع ليلى مع بعض، وكان داني بيتكلم مع ابن ليلى وكانوا مستمتعين جدا بالاجازه على مركب وسط البحر. وفي الليله دي يا صاحبي كان بوبي نايم وبيرجعوا كلهم البيت، وليلى وقتها كانت بتخون بوبي مع داني كالعاده رغم ان ابنها وعيلته رجعوا لها تاني. وفي ليله كان بوبي نايم وصحي من النوم وراح للحمام. وقتها ليلى كانت بتخون جوزها في الحمام، لكن بوبي ما حسش بيهم ولا عرف ان هم في الحمام اساسا، وراح لاوضته تاني ورجع كمل نوم. وتاني يوم كان داني في محل السمك شغال مع بوبي. هنا بقى بوبي قال له خد شويه السمك دول وديهم للواد ابني. داني طبعا لانه مطيع خد السمك والعجله وراح للبيت. ولما وصل ورانا الجرس بترد عليه مرات ابن ليلى بتساله انت مين، فبيعرفها انه داني اللي شغال مع بوبي في محل السمك وبعت لها شويه السمك دول ليكي. فبتفتح له الباب وتقول له حط السمك جوه الثلاجه لانها حاليا مشغوله مع ابنها الصغير. فبيسمع داني الكلام وبيسالها لو محتاجه اي حاجه تاني قبل ما بيمشي، لكن هي بتقول له تعالى اتبي لي الواد على ما اخلص شويه السمك ده واجهزه. وهي بتروح تجهز السمك فعلا، وبعد تخلص ترجع لداني اللي كان بيلعب مع الولد، وهي كانت مبسوطه جدا بكده. وفجاه بيرجع جوزها اللي هو ابن ليلى بيلاقي داني موجود في بيته. فمراته اكدت له ان ابوه هو اللي بعته عشان يجيب له السمك. في لحظتها داني بيقول لهم اعتقد اني اتاخرت ولازم ارجع للشغل. وفي نفس الليله دي كان داني نايم لوحده، وليلى كانت مستنيه بوبي جوزها ينام عشان للاسف تروح لداني. لكن وهي خارجه صحي بوبي وبيسالها انت رايحه فين؟ قالت له لا مفيش الجو حر وانا هفتح الشباك. ورجعت تاني تكمل نوم جنبه. وفي الاجازه الاسبوعيه يا زميلي كانوا كلهم مع بعض، وبوبي شغل الميوزك وفضل يرقص مع ليلى. وهما بيكلموا قال لهم بوبي ان عنده مفاجاه كبيره ليهم، وقال لهم كمان اشترى 3 تذاكر للسفر، واحده ليا وواحده لمراتي والتالته لداني. اصيل جدا يا ابو رحاب. وفي اللحظه دي ليلى افتكرت ان داني بيخبطها في رجليها من تحت، فهي كمان خبطته في رجليه من تحت. وفضل يكرروا الموضوع ده كتير، لكن في الاخر اكتشفت انه مش داني اللي بيعمل كده وانه كان ابنها اللي بيعمل كده. وطبعا ليلى زعلت منه جدا وضربته بالقلم. هنا طبعا ابنها فهم انها على علاقه مع داني
داني، وفي الليله ديتي كانت حزينه جدا وندمانه، وكمان قالت لداني ان ابنها عارف كل حاجه عنهم. وتاني يوم بوبي بيبعت داني للبيت بتاع ابنه عشان يوديله السمك، ولما بيوصل داني لقى مرات ابن بوبي واقفه عند الباب وزعلانه جدا. وقتها هي قالت له تعالى نتمشى شويه، وهما بيتمشوا هي عرفته ان جوزها ضربها امبارح بسبب انه افتكر انها بتخونه معاه لما لقاه موجود معاه في البيت. وكمان بدا داني يهديها ويقول لها يا ست كل ما دام جوزك مد ايده عليك وضربك يبقى ملناش قعاد في المكان ده، وهو بيسخنها بكلمتين عشان تسيب البيت وبتمشي، وهي مغفله وبتسمع كلامه. وداني كمان بيساعدها انها تمشي من بيت جوزها. وطبعا جوزها كان حزين جدا وبيبكي، فراح سحب تليفونه ورنن على ابوه بوبي وبيعرفه ان امه ليلى بتخونه مع داني. وقتها كان بوبي مصدوم وحزين جدا هو التاني، وكمان حاول انه يقتلهم. وهنا بدا يتخانق بوبي مع داني، لكن فجاه مات بوبي بسكته قلبيه. وفي نفس الليله دي كان داني حاسس بالندم الشديد، وفضل يبكي على بوبي اللي فتح له بيته وليه نعمته، وعلى هو اللي عمله مع بوبي لانه كان برضه يعتبره صديقه المفضل. بعدها داني كان بيمشي في الشوارع وهو حزين جدا، وجاله ابن ليلى وبيساله اذا كان سعيد بعد ما خرب بيت ابوه وخرب بيته هو كمان، لدرجه ان بسببك مراتي مشيت وسابتني. ولما كان داني ماشي جه ابن ليلى من وراه وراح غزه بالسكينه. وقتها مات داني. وبنفهم من الفيلم النهارده يا صاحبي ان تمن الخيانه موت، مهما كان دلوقتي او بعدين، وقد ايه ان احنا لو اهتمينا بالشخص الغلط بيخليك تخسر كل حاجه. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده. ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وكالعاده تسمعنا رايك الجميل في الكومنتات، واشوفكم يا صاحبي في فيديو جاي. سلام.